هو انت كنت مستني حاجه تانية تحصل؟ كنت مستني تيجي غير دي؟ ما هو ده تمامها. انا بعمل الفيديو والماتش لسه شغال عشان متاكد ان مفيش حاجه هتحصل، ولا هنتعادل ولا هنكسب ولا يعني. كملوا العبوا، كملوا الحجز اللي انتوا بتلعبوه ده، اصل هي مش هتحصل. احنا خسرانين الدوري من ماتش الزمالك. انت كنت مستني نحسب الدوري بقى وريمونتادا وفرق نقطه واحده وهم يتعثروا والفيلم مش هيحصل. احنا خسرانين ماتش الزمالك لما محنكين كرويا طلعوا قالوا ايه؟ الاهلي ما بياخدش خطوه غير لما بيبقى دارسها كويس. دارسها. شفت الدراسه؟ دراسه معهد كامبريدج اللي في التعاون، يعني دي دراسه طرش. ده اللي الاهلي عمله بالظبط. شفت بقى الخطيب عمل ايه؟ شفت الاداره؟ شفت الدراسه؟ ده احنا بس اتبسطنا ان احنا اتخصم مننا 3 نقط بس. شفت الدراسه عملت ازاي؟ ما تروح يا عم تلعب حكام مصريين ولا حكام اجانب. انت خسرت الدوري من ايامها، من ايام ما سبت ماتش الزمالك وانت عملت فيها بقى ان انت الجامد قوي. انت خسرت الدوري، راح تلعب النهارده ماتش بيراميدز علشان بقى تكسب وفرق نقطه واحده وهم يتعثروا. مين قال لك؟ مين قال لك؟ الاهلي مش شايف قدامه، مش شايف، مش عارف يلعب. والمدرب انا مش عارف، انا حاسس ان مفيش بره واقف مدرب. انا مش شايف كولر، انا مش شايف حد. انت فاهم؟ احنا لو بنلعب برضا عبد العال بره هيعمل منظر شويه، هيقعد يزعق يهلل. انما كل ما تبص على كولر تلاقيه ماسك الورقه بتاعته يكتب 2 فول 1 طعميه وزود البتنجان، ويقعد كده يكتب تقريبا بيكتب الغدا الطلبات بتاعته. يعني مش عارف، هو عمال يكتب، ما بيعملش اي حاجه، وبيكتب بقاله سنتين. ان مفيش مدرب واقف بره، مفيش. فيحصل ايه بقى؟ ان احنا نخسر باوسخ سيناريو ممكن يحصل. يطرد منهم واحد، مفيش مش هتيجي، مش هتحاولوش، مفيش. ان احنا نخسر باوسخ سيناريو، يطرد منهم واحد. امام عاشور يعني هو بص، يعني هي ضغط من اللعيبه ومش عارف ايه، هو لبسه الانذار الثاني، ماشي ما اختلفناش. مش هنتكلم دلوقتي في حته الانذار الطرد ده صح ولا مش صح، بس هم خدوا طرد وبيلعبوا 10 لعيبه وانت بتلعب. يعني هم بيدافعوا بكل اللعيبه اللي عندهم، يعني اللعيبه كلهم بالجمهور بالدنيا كلهم بيدافعوا، وانت بتعمل كل حاجه. خلاص هات جول بقى، هات جول. احنا قاعدين بنتفرج. انا رؤوف خليف يا جدعان، رؤوف خليف بيذيع زهق، ملان، عمال كل شويه يسكت. يا رب الماتش يخلص. ده ايه الملل ده ايه الملل ده؟ احنا مش عارفين نعمل حاجه، بنلعب 10 لعيبه ومش عارفين نعمل حاجه. يوم ايه بقى اللي يحصل؟ شوف الشيبي، يعني مش اي لاعب بقى، مش اي لاعب في بيراميدز، لا الشيبي تحديدا. الشيبي اللي يجيب فينا جول وجول حلو قوي ويجيبوا فينا 1-0 لبيراميدز. ابلع، خد في بقك. انتوا عايزين يعني انت متخيل ب 10 لعيبه، واحنا اللي نازلين المفروض هم لو بيلعبوا 15 لعيب ده بيلعبوا 30 لعيب. احنا نازلين اللي هو يا هنكسب يا هنموت، ما عندناش حاجه اللي تاني بقى. خلاص الاهلي وفرق 4 نقط بقى، انت فاهم؟ لا 10 لعيبه والشيبي بيحط فينا الجول 1-0. ايه رايك في دراسه الاهلي؟ لا دراسه من اول ما قالوا احنا مش هنلعب ماتش الزمالك والدنيا خربت. لا اداره ومستوى فني وتكتيكي، بص على اعلى مستوى. ايه رايك؟ اعلى مستوى. اتفرج على الاهلي والدراسه اللي عاملها وتعلم. اذا جبنا جون مش هتفرق، يعني في النهايه مش هتفرق. ماشي احنا تعادلنا هيبقى فرق 4 نقط، يعني انا بقول لك مفيش دوري. في النهايه برضو الاهلي منظره زي الزفت. ما احنا ما لعبناش، ما عملناش اي حاجه. ولا انا ولا انت ولا اي حد مقتنع ان فريق ده يستاهل ياخد الدوري. احنا ما بنلعبش، مستوانا زي الزفت. بيراميدز ما بيخسرش، مستوى ثابت، بيوصل نص نهائي افريقيا، تمام. دي فرقه تستاهل تاخد الدوري. احنا فرقه من اول ما بطرنا على ماتش الزمالك وعايزين حكام من مش عارف ايه، ما خلاص احنا تعادلنا فرق 4 نقط تاني، هناخد الدوري. الزمالك البيراميدز يتعثر ماتشين واحنا مش هنخسر ومش هنتعادل ولا ماتش. لا ده ماتش زي الزفت. وحتى لو كسبنا لو جبنا جول تاني في اخر دقيقه وعملنا زي الزفت. ده زي احنا ما عندناش مدرب، ما فيش روح، ما فيش اي حاجه. الزمالك البيراميدز زي اللي بتلعب قوي على الاخر.